باحب أنا الوصفات السريعة اللي ما بتاخدش مني وقت، اللي كلها بتتحط كده في قالب واحد أو طاجن واحد أو صينية واحدة وتتعمل كلها كده في الفرن أو على البوتاجاز. تعالى نعمل النهارده صينية بطاطس باللحمة خطيرة، طعمها حلو جدا وسريعة وكلها كده ني في ني في طاجن واحد أو في صينية واحدة. بتدخليها الفرن وهتطلع معاكي كده اللحمة دايبة دوب زي ما انت شايفة كده. قبل ما ابتدي الوصفة أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي أميرة داوود، دي القناة بتاعتي. لو لسه مشتركتيش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. اول حاجه انا ما بغسلش اللحمه، بجيب كده حله على النار وبحط فيها نص معلقه من السمنه او الزيت على حسب الماده الدهنيه اللي انت حابه تبقى طعم الشوربه بتاعتها. ببتدي ان انا اسخنه كويس جدا، اسخن الحله كويس جدا واحط فيها السمنه وابتدي ان انا انزل باللحمه. تاخد صدمه على طول اول ما بتنزل، عشان انا عايزه الشوربه يطلع لها كده، تطلع منها شوربه، في نفس الوقت تطلع الشوربه طعمها حلو جدا. انا بسوي اللحمه الاول في شوربه 3/4 سوا كده، عشان لما اجي احطها في البطاطس تبقى استوت معايا 100%. ببتدي بعد ما بتاخد كده لون ذهبي اللحمه، ببتدي ان انا انزل عليها بالميه عشان تطلع معايا شوربه حلوه جدا. هسقي بيها برده البطاطس، هسيبها كده تستوي. طبعا حطيت ورق لورا وحبهان، وابتديت ان انا اغطيها وحطيت معاها كمان بصلايه مقطعه على 4 وطماطمايه مقطعه على 4 عشان تطلع لي الشوربه طعمها حلو جدا. ممكن كمان تشربي منها شوربه عادي جدا مع الرز. البطاطس بتاعتي كان عندي بطاطس حجمها صغير، ممكن يبقى عندك بطاطس حجمها كبير. اللي موجود عندك بتقطعيه شرايح كده تكون سميكه شويه، عشان البطاطس بتتهرق ما بتاخدش معايا سوا خالص. عارفين البطاطس ما بتاخدش سوا خالص. عندي بقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وابتدي ان احطها في الطاجن او الصاج بتاعي او الصينيه بتاعتي. بصلتين كده كبار بقطعهم شرايح زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هحطهم في طبق وابتدي ان انا احط التوابل بتاعتي اللي انا هتبل بيها البطاطس. وحابه تبقى البطاطس بتاعتي يبقى طعمها ايه، بحط عليها توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، كمان معلقتين من الهريسه اللي انا عملتها معاكم اللي هي بالثوم. هحط لكم برده لينك الفيديو بتاعها، وفلفل اسود. وعندي كمان مرقه فوريه بحط نص معلقه كده، وحبه من الزيت صغيرين جدا، وملح. وابتدي ان انا افركهم كويس جدا، بيدي طعم مختلف لما تفركي البصله بالشكل ده الاول. قبل ما تحطيها على البطاطس بفركها كويس جدا زي ما انتوا شايفين، بحيث ان التوابل كلها تخش في البصلايه كده. وبعد كده بضيف عليها البطاطس او بضيفها على البطاطس بالشكل ده واقلبها كويس جدا. وبعد كده ببتدي ان انا اعمل عصير طماطم. جبت كده تقريبا كوبايه ونص من عصير الطماطم، صفيتهم كويس جدا من البذور، وابتدي ان انا احطها عليهم بالشكل ده واقلبها كويس جدا. وكده بقى الطاجن موجود عندي. ما فضلش ان انا اضيف اللحمه عندي استوت تقريبا 3/4 سوا، او 80% من او 90% من سواها خلاص استوت. ببتدي ان انا احط الاول شوربه، وابتدي ان انا ادخل الشوربه كده ما بين البطاطس، وابتدي ان انا احط اللحمه فوق الوش، وابتدي كده ارش عليها رشه فلفل اسود كده، وابتدي ان انا اغلفها كويس بالورق الفويل وادخلها في الفرن عندي لحد لما تستوي بقى معايا البطاطس تمام. بعد كده بحضر رز بالشعريه كده، بحط 3 معالق كبار من الزيت، بحمر معاها نص كوبايه من المكرونه الشعريه، وابتدي ان انا اضيف الرز بالشكل ده بعد ما المكرونه الشعريه عندي بتتحمر بالشكل ده. وبعد كده بكون غاسله الرز كويس جدا، واجيب الشوربه بتاعتي ببتدي ان انا اصفيها من اي حاجه فيها، واحط فيها كميه الشوربه او الميه اللي هيحتاجها الرز بتاعي، واغطيها لحد لما يستوي. البطاطس عندي خلاص دخلت في السوا، ابتديت ان انا اشيلها من اشيل الورق الالومنيا فيها منها، وابتدي ان انا اقدمها وهي سخنه. شايفين الحلاوه بتاعتها في ثواني كنتي عملتي احلى غدا. ما اخدش معاكي وقت، وفي نفس الوقت كله كده في طاجن واحد. عايزه اوريكم ان البطاطس كلها كده كل واحده متماسكه بنفسها، ما تهرتش معايا ولا اي حاجه، وفي نفس الوقت اللحمه دايبه دوب زي ما انتم شايفين. وصفة سهلة وبسيطة وكلها كده في طاجن واحد. شايفين اللحمة دايبة ازاي؟ عشان احنا مسوينها الأول في شوربة. يا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم، هتوحشون الفيديو الجاي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.